في هذا الفيديو سوف أشرح لكم أكثر من 25 خطأ يقع فيه جميع لاعبين فري فاير، وذلك يسبب لعدم رفع الليفل الخاص به. لذا قبل بداية الفيديو لا تنسى أن تضع لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وصل على النبي عليه الصلاة والسلام. أولاً، تجاهل المهام اليومية. المهام اليومية مصممة لتوفير نقاط خبرة ثابتة يومياً. تجاهلها يعني فقدان مصدر موثوق لرفع مستوى حسابك. تتراوح هذه المهام بين لعب عدد معين من المباريات، أو القضاء على عدد محدد من الأعداء، أو البقاء على قيد الحياة لفترة معينة. إكمالها يمنحك نقاط خبرة قيمة ويساعدك على التقدم بشكل أسرع. ثانياً، عدم المشاركة في الأحداث المحدودة. الوقت. تقدم فري فاير باستمرار أحداثاً محدودة. الوقت توفر مكافآت كبيرة، بما في ذلك نقاط خبرة ضخمة وعناصر تجميلية نادرة وأسلحة مميزة. عدم المشاركة في هذه الأحداث يعني تفويت فرصة ذهبية لرفع مستوى حسابك والحصول على عناصر قيمة. ثالثاً، عدم إكمال جميع مراحل المهام. تتكون بعض المهام من عدة مراحل، كل مرحلة تقدم مكافآت متزايدة. عدم إكمال جميع المراحل يعني الحصول على جزء بسيط فقط من المكافآت الكلية، وبالتالي إبطاء عملية رفع مستوى حسابك. رابعاً، عدم المشاركة في تحديات الأصدقاء. تشجع بعض الأحداث التحدي بين الأصدقاء للحصول على مكافآت. مثلاً، قد يكافئك الحدث على لعب عدد معين من المباريات مع أصدقائك، أو التغلب عليهم في مباريات معينة. خامساً، عدم استبدال الرموز كودز. تنشر فري فاير رموزاً خاصة تمنح مكافآت متنوعة، بما في ذلك نقاط خبرة وعناصر تجميلية وأحياناً جواهر. عدم استبدال هذه الرموز يعني فقدان فرصة الحصول على مكافآت مجانية. سادساً، عدم المشاركة في فعاليات البث المباشر. تنظم فري فاير بثوثاً مباشرة على منصات مختلفة، وتقدم مكافآت للمشاهدين مثل رموز خاصة ونقاط خبرة وعناصر تجميلية. عدم متابعة هذه البثوث يعني فقدان فرصة الحصول على مكافآت مجانية. سابعاً، عدم استغلال فترات مضاعفة نقاط الخبرة. تقدم اللعبة أحياناً فترات زمنية محددة لمضاعفة نقاط الخبرة المكتسبة من اللعب. عدم استغلال هذه الفترات يعني فقدان فرصة لرفع مستوى حسابك بشكل أسرع. عدم المشاركة في الأحداث التعاونية. تتطلب بعض الأحداث التعاون مع لاعبين آخرين لتحقيق أهداف مشتركة والحصول على مكافآت. مثلاً، قد يتطلب الحدث منك ومن فريقك القضاء على عدد معين من الأعداء، أو جمع عدد محدد من العناصر. المرحلة 11، عدم إكمال المهام الأسبوعية. بالإضافة إلى المهام اليومية، هناك مهام أسبوعية تقدم مكافآت أكبر من نقاط الخبرة وعناصر أخرى. عدم إكمال هذه المهام يعني فقدان فرصة للحصول على مكافآت قيمة. 12، عدم المشاركة في البطولات. تنظم فري فاير بطولات رسمية وغير رسمية تمنح نقاط خبرة قيمة للفائزين، بالإضافة إلى جوائز أخرى. عدم المشاركة في هذه البطولات يعني فقدان فرصة لاختبار مهاراتك والفوز بمكافآت كبيرة. 13، عدم استغلال عروض إليت باس. يقدم إليت باس مكافآت حصرية، بما في ذلك نقاط خبرة وعناصر تجميلية وأسلحة مميزة. عدم شراء إليت باس يعني فقدان فرصة الحصول على هذه المكافآت. 14، عدم جمع شارات الأحداث. تمنح بعض الأحداث شارات يمكن استبدالها بمكافآت، بما في ذلك نقاط خبرة وعناصر تجميلية. عدم جمع هذه الشارات يعني فقدان فرصة الحصول على مكافآت إضافية. 15، عدم المشاركة في استطلاعات الرأي والمسابقات. تجري فري فاير أحيانا استطلاعات رأي ومسابقات تمنح مكافآت للمشاركين مثل رموز خاصة ونقاط خبرة وعناصر تجميلية. عدم المشاركة في هذه الأنشطة يعني فقدان فرصة للحصول على مكافآت مجانية. 16، التركيز على النهب فقط. قضاء الكثير من الوقت في البحث عن العناصر والتجهيزات دون الانخراط في القتال يعني فقدان فرصة لكسب نقاط خبرة من القضاء على الأعداء. 17، الهبوط في مناطق معزولة. الهبوط بعيداً عن مسار الطائرة يقلل من فرص مواجهة الأعداء، وبالتالي يقلل من فرص كسب نقاط خبرة من القضاء عليهم. تجنب المواجهات. تجنب القتال مع الأعداء
يحد من فرص كسب نقاط خبرة من القضاء عليهم والبقاء على قيد الحياة لفترة أطول. 19. الموت المبكر في المباريات. الموت في بداية المباراة يعني فقدان فرصة لكسب نقاط خبرة من القضاء على الأعداء والبقاء على قيد الحياة. 20. عدم اللعب مع فريق. اللعب بشكل فردي يقلل من فرص البقاء على قيد الحياة لفترة أطول، وبالتالي يقلل من فرص كسب نقاط خبرة. التنسيق مع الفريق يزيد من فرص الفوز والبقاء على قيد الحياة. 21. عدم استخدام الشخصيات والحيوانات الأليفة المناسبة. بعض الشخصيات والحيوانات الأليفة توفر مهارات تعزز كسب نقاط الخبرة. عدم استخدامها يعني فقدان فرصة لزيادة نقاط الخبرة المكتسبة. 22. عدم تطوير مهارات اللعب. تحسين مهاراتك في التصويب والحركة واستخدام الاستراتيجيات يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة والقضاء على الأعداء، وبالتالي يزيد من فرص كسب نقاط خبرة. 23. عدم استخدام الأسلحة المناسبة. كل سلاح له مميزاته وعيوبه. استخدام الأسلحة غير المناسبة يقلل من فرص القضاء على الأعداء، وبالتالي يقلل من فرص كسب نقاط خبرة. 24. عدم استخدام العناصر التكتيكية بشكل فعال. العناصر التكتيكية مثل القنابل الدخانية وقنابل الصوت يمكن أن تساعدك في القضاء على الأعداء والبقاء على قيد الحياة. عدم استخدامها بشكل فعال يعني فقدان فرصة لزيادة نقاط الخبرة المكتسبة. 25. عدم التواصل مع الفريق. التواصل الفعال مع الفريق يساعد على تنسيق الهجمات والدفاعات، وبالتالي يزيد من فرص الفوز والبقاء على قيد الحياة. 26. الاستسلام المبكر. الاستسلام في منتصف المباراة يعني فقدان فرصة لكسب نقاط خبرة حتى لو كانت فرص الفوز ضئيلة. 27. عدم تغيير الاستراتيجيات. التمسك باستراتيجية واحدة فقط قد لا يكون فعالا في جميع المواقف. يجب عليك تغيير استراتيجياتك حسب ظروف اللعبة. 28. عدم تعلم من الأخطاء. تحليل أخطائك في المباريات السابقة يساعدك على تحسين أدائك في المباريات القادمة، وبالتالي يزيد من فرص كسب نقاط خبرة. 29. عدم مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية. مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية للاعبين محترفين يمكن أن يساعدك على تعلم استراتيجيات جديدة وتحسين مهاراتك. 30. عدم التدرب في وضع التدريب. وضع التدريب يوفر لك فرصة لتجربة أسلحة واستراتيجيات جديدة دون خسارة أي شيء. عدم استغلال هذا الوضع يعني فقدان فرصة لتحسين مهاراتك. والآن يا صديقي، لو أخبرتك أن هذا قد يكون أكثر فيديو قد تعبت فيه من حيث الصوت، والفيديو كله سوف تصدقني، لذلك أريد منك فقط أن تدعمني بلايك واشتراك إن لم تكن مشتركا، وشكرا لكم جميعا.